سنة 1966 وفي نسخة كأس العالم المقامة بإنجلترا، وقبل شهور قليلة من انطلاق البطولة، غيفيق العالم على وقع خبر غير متوقع، خبر صدم كل متابعي وعشاق كرة القدم في العالم. هذا الحدث الصادم هو سرقة الكأس اللي كانت معروضة في الواجهة الزجاجية لقصر ويستمينستر هول بهدف الترويج للبطولة. المسؤولين ما فهموا والو، فاقوا الصباح لقاو الكأس الذهبية اختفت من بلاصتها وفي ظروف غامضة. هذا الحدث استنفر قوات اسكتلنديا اللي عياو يقلبوا على شي دليل، لكنهم ما لقاو حتى اثار. الشيء اللي خلى الاتحاد الانجليزي يلقى واحد الحل ترقيعي، وهو يطلب في الخفاء من واحد الصانع معروف يصنع نسخة أخرى من الكأس الذهبية اللي تسرقات. لكن قبل ما يكمل الصانع الخدمة ديالو، وبشكل مفاجئ تم العثور على الكأس المسروقة مغلفة بورق الجورنال ومرمية في واحد الجردة، واللي لقاها هو واحد الكلب كان دايز من تما بالصدفة هو ومولاه. وصبح هذا الكلب بطل قومي في انجلترا، حيث نقدهم موقف محرج للمنظمين وللبلد ككل، وعطاو جائزة لمول الكلب قيمتها 3000 جنيه استرليني. وبعد مدة عاد تعرف السارق الحقيقي للكأس، واللي كان واحد من عمال البناء وسميتو والتر بليتشلي.